عبد الحليم ما غناش أغنية جبار على المسرح علشان عبد الحليم لو غنى أغنية جبار على المسرح هيغمى عليه وصوته هيتشرخ. النهارده بقى أنا جاية وعايزاكم تتابعوا الفيديو ده للآخر لأني منتظرة جدا جدا آرائكم وتعليقاتكم على الكلام ده. وكمان إن عبد الحليم ما يقدرش يغني أغنية على المسرح، أعتقد ده كلام مش صحيح. ليه بقى؟ لأن أنا جاية النهارده في الفيديو ده أقول لكم ليه بقى إن الكلام ده مش صحيح. بس قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على رسول الله. معاكم أمل في أعز الناس، ويلا بينا على الفيديو. قال عبد الحليم اللي غنى قارئة الفنجان وغنى موعود وغنى أهات كتيرة جدا مش هيقدر يغني أغنية جبار على المسرح. ده كلام أنا ما صدقوش أبدا. ليه ما صدقوش؟ لأن الكلام ده ما اتقالش أبدا في حياة عبد الحليم. ما سمعناش عبد الحليم حتى يعني حد سأله ليه ما غنيتش جبار فقال سبب 1 2 3. ما قالش كده. عبد الحليم في أغاني محببة لقلبه وأغاني لأ، في أغاني بيحبها وأغاني مش بيحبها، بدليل إنه لما بيطلع على المسرح وكلهم بيقعدوا يقولوا له عايزين أغنية كذا عايزين أغنية كذا، بيقول لهم طيب أنا هغني أغنية واحدة على كيفي والباقي اللي انتوا تطلبوه. فكان بيغني أغنية فعلا على مزاجه هو، بيبدأ بيها حفلة والباقي كله طلبات جمهور. مفيش حد في الجمهور طلب أغنية جبار، ما طلبتش منه. هل يعقل إنها ممكن تطلب منه وما يغنيهاش؟ ما أظنش. قلت لكم هقول لكم اللي انتوا عايزينه ومستعد. انتوا مستعجلين الساعة 12 ونص والنهارده الخميس بكره ما فيش شغل. طب امال مستعجلين يعني. انتشارك قبل النهارده العمر تعرف تخون بالشكل ده. عبد الحليم لما بيغني انا عايزاكم تاخدوا بالكم كده من صوته. لما بيغني مش بيتعب، هو كأنه بيتكلم زي ما انا بتكلم كده، بس ده غنى بقى. يعني بيحط المايك وبيبقى بعيد عنه كمان، يعني شوفوا الميكروفون بعيد عنه جدا، وبيغني كأنه بيتكلم زي ما انا بتكلم كده بكل انسيابية بكل أريحية. مش بيتعذب، مش بيطلع الكلمة من زي المطربين دلوقتي اللي هم الكلام بيطلع من جواهم قوي. عشان حتى لما حد شوفوا كده حد بيغني أغاني لو جبت لكم مثال لحد بيغني اغنيه لعبد الحليم، كم العذاب اللي بيبقى فيه المطرب وهو بيغني اغنيه لعبد الحليم، وكم الاريحيه والانسيابيه اللي بيغني بيها عبد الحليم. يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر وزرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر. يجي حد بقى ملهوش اي قيمه ويقيم عبد الحليم ويقول ان عبد الحليم صوته قد كده. هو مين ده اللي عبد الحليم صوته قد كده؟ عبد الحليم اللي باقي معانا بقاله 48 سنه دلوقتي ولسه مكمل، وهو ثبت وجوده وسط عمالقه. يعني هو طلع وكان محمد عبد الوهاب بيغني، ام كلثوم بتغني، محمد فوزي، فريد الأطرش، ناس كتيره جدا، محرم فؤاد، كل ده، ومع ذلك عبد الحليم بنى اسم وعمل لنفسه اسم، ما ضاعش وسط العمالقه دول. فيعني ايه لما هو يقول على نفسه هو متواضع، هو يقول على نفسه اللي هو عايزه، هو بيقول انا مساحه صوتي قد كده، وانا طبعا ده تواضع منه لان هو ذكي جدا. ما ينفعش يفخم في نفسه ولا يقول ان هو مطرب عارف قيمه نفسه. هو لما كانش عارف قيمه نفسه كان اول ما طلع على المسرح زمان وقالوا له لما غنى لقاء وما اتقبلتش منه طلبوا منه يغني لعبد الوهاب، كان غنى لعبد الوهاب عشان يثبت لهم ان هو صوته حلو. بس هو ما عملش كده، لازم الناس تسمعه هو باغنيته، هو كان مصمم على الموضوع ده قوي. فعبد الحليم ما ينفعش حد يجي زي برضو انتشرت كده كلام كتير عن المطربة أنغام انها بتقول عليه انه صوته مش حلو تقريبا او صوته مش قوي وفي اعلى منه اصوات كتيرة جدا لكن هو علشان ذكي. طبعا ده كلام مش صح. يعني ايه في صوت اقوى منه وهو ثبت وجوده عشان ذكي؟ هو ذكي، صوته حلو، ثبت وجوده جدا، صوته قوي جدا جدا. اسمعوا عبد الحليم وهو بيقول رميت الورد
اسمعوا عبد الحليم وهو بيقول موعود. موعود ودايما بالجراح موعود يا قلبي. عبد الحليم وهو بيغني يا مالكا قلبي. عبد الحليم وهو بيقول زي الهوا. مش هيقول جبار؟ هيطلع مطربين بعده يقولوا جبار وهو مش هيقدر يقول جبار تاني؟ ممكن يكون هو مش بيحبها. فانا عشان كده بقول لكم انا عايزه ارائكم معايا. انا رايي ان هو ممكن يكون مش بيحب اغنيه جبار، مش مناسبه للمسرح، مش مناسبه. في اغاني كتيره ما اتغنتش على المسرح، مش بس جبار. يعني انا ما شفتش على المسرح مثلا صدقني قلبي سبقني، ممكن تكون متسجله ولكن ما شفناش على التلفزيون، يعني ما شفناش في حفلات. ممكن اغنيه ايه تاني، كتير قوي اغاني اتعملت ما اتغنتش على المسرح، مع انه جه في الحفله الاخيره سنه 76 عاد اغانيه كلها القديمه. غنى اهواك وغنى توبه وغنى في يوم من الايام، وغنى اغاني كتير قوي على المسرح، بس ما سمعتوش غنى صدفه. ما سمعتوش غنى بيني وبينك ايه على المسرح اقصد. فهل هو عدم اعادته الاغنيه بذاتها يبقى هو عشان قدراته؟ هل هو عشان مش قادر يغنيها؟ وممكن يكون في ناس بتقول ان هو قال كده في البروفه، يعني اثناء ما كان بيعمل بروفه جبار قال يا نهار ابيض ده لو هغنيها في المسرح هيغمى عليا من شده ان هو بيعمل بروفات بقوه. يعني هو عبد الحليم ما عندهوش يعني حته ان هو مش عايز يكروت او مش عايز يبقى البروفه اقل كفاءه من المسرح، بيعتبر نفسه كانه على المسرح فعلا وبيغنيها وقتي. هم بيقولوا كتير احنا بس من اول عنده هو يعني بصراحة ضمير جامد قوي في موضوع ان هو يعمل بروفة قوية ويوقف على المسرح بكل قوة، بكل قوة وأريحية في نفس الوقت. مين بيعمل كده؟ أنا عايزة حد يجيب لي مطرب كده بيغني بالراحة وفي نفس الوقت بقوة، الاتنين عكس بعض. ازاي؟ سافرت كتير معاك كتير معاك. عبد الحليم أقوى من غنى الأغاني الوطنية. الأغاني الوطنية بيغنيها يا نهار أبيض. جبار ايه بقى اللي هتيجي جنبهم؟ يا أهلا بالمعارك وفدائي وابنك يقولك يا بطل. قوة، قوة ما بعدها قوة. القنابل أنزل مقاتل وأموت أعيش ما يهمنيش. سد العالي، مسؤولية، بيغنيها بقوة. ده في أغنية بيغنيها منهم بيغنيها زي ما يكون هو صوت الجبل، غناها زي اللبنانيين بالظبط. أغنية ابنك يقولك يا بطل. أنا حوالي 100 مليون العربية ولا فيش مكان للأمريكان بين الديار. وغنى أحلف بسماها وبترابها بكل قوة، وغنى عاش اللي قال. كل أغاني عبد الحليم الوطنية فيها قوة أعلى كتير من جبار. فأنا أستأت جدا من الناس اللي قالت إن أغنية جبار أغنية صعبة على عبد الحليم إنه يغنيها في المسرح. فأنا مستنية جدا برضو آرائكم وتعليقاتكم، وشوفوا رأيي يمكن يكون مش صحيح، بس أنا متأكدة واثقة إن عبد الحليم اللي غنى كم من الأغاني الكتير ده يقدر جدا يغني جبار على المسرح. ولا إيه رأيكم؟ مستنية رأيكم، مستنية تعليقاتكم الحلوة، وما تكونوش نسيتوا تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان نكبر قناة أعز الناس. وأشكركم جدا على المتابعة، وانتظروني في فيديو جديد هيكون حلو بإذن الله ويعجبكم.